المهرجان كيستضاف الشواذ، كيستضاف من يفعل أفعال قوم لوط ويبرزهم للعالم. وسيعرف المهرجان حضورا مكثفا، ركزوا معي على هذه الكلمة، وسيعرف المهرجان حضورا مكثفا للمثليين. هما كيقولوا ماشي المثليين، كيقولوا الشواذ. المثليين هما كيسميهم المثليين المغاربة، يعني يدعون اللي فيهم أفعال قوم لوط أنهم يحضروا المهرجان. دابا انتقلنا من هذه الأفعال القبيحة التي لا نقبلها إلى أننا نحتضنهم في مهرجان. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة للجميع، نحيي كل الإخوان والمتابعين. نقف الآن مع واحد المهرجان ينظم في مدينة أكادير في هذه الأيام. مهرجان ترعاه الجماعة ديال أكادير، وكنعرفوا الجماعة ديال أكادير الرئيس ديالها هو عزيز أخنوش، هو رئيس الحكومة، ورئيس ديال الحكومة ورئيس ديال الجماعة ديال أكادير. وهذا المهرجان استنكرته مجموعة من الهيئات والجمعيات، شبكة جمعيات أكادير استنكرت ما يقدم في هذا المهرجان. المهرجان اللي مسميه بولمان أو مهرجان زعما كيحتضنوا فيه الثقافة الأمازيغية. والطامة الكبرى كما جاء في بلاغ لهذه الشبكة ديال جمعية أكادير أن المهرجان كيستضاف الشواذ، كيستضاف من يفعل أفعال قوم لوط ويبرزهم للعلن وكيبينهم للناس عموما. مهرجان كيجيب اللي كيعملوا أفعال قوم لوط ماشي وطنيا بل حتى دوليا، يعني مجيب بهم بلدان أخرى مدخلهم من المغرب وعاملون في واحد القالب، يعني القالب فولكلور باش يبينوا لنا التحولات. انهم هذا كما جاء في البلاغ، انا يعني نقرا لكم بلاغ كما ورد في البلاغ. مركز سوس للتنميه الثقافيه وبتنسيق ودعم من مجلس جماعه أكادير، هذا المجلس اللي كيرأسه أخنوش، ومجلس جهه سوس ماسة ووزاره الشباب والثقافه والتواصل، تنظيم مهرجان بولمون الثقافي الدولي لأكادير 2023 في نسخته الأولى، وذلك أيام 21 22 23 يوليوز 2023 بالعديد من الفضاءات بمدينة أكادير. وبهذا المهرجان حسب البلاغ الرسمي لإدارته الهدف منه هو الحفاظ على الموروث الثقافي الأمازيغي لبلادنا. وسيعرف المهرجان حضورا مكثفا، ركزوا معي على هذه الكلمة، وسيعرف المهرجان حضورا مكثفا للمثليين. احنا ما كنقولوا ماشي المثليين، كنقولوا الشواذ. المثليين هما كيسميهم المثليين على اساس المرأة مثل المرأة والرجل مثل الرجل. فهاد المتحولين يعني اللي كيتزوجوا نساء مع النساء والرجال مع الرجال، اللي كيفعلوا فعل السحاق او اللواط او افعال قوم لوط كما هو معلوم في شرعنا، هؤلاء يسمونهم الأجانب المثليين. فحسب البلاغ هذه الجمعية اللي استنكرت هذه الأفعال شنو كتقول؟ كتقول حضورا مكثفا للمثليين بين قوسين من الداخل وخارج المغرب، وذلك حسب المنشور الإعلامي دعوة للمثليين المغاربة، يعني يدعون اللي فيهم أفعال قوم لوط أنهم يحضروا المهرجان. دابا انتقلنا من هذه الأفعال القبيحة التي لا نقبلها إلى أننا نحتضنهم في مهرجان. والطامة الكبرى أن يكون المهرجان مدعم من طرف الأموال العامة. كيقول واحد الكرنفال في هذا المهرجان، واحد المسيرة كرنفالية في هذا المهرجان كلفت 150 مليون حسب ما قرأت وما تتبعت في مواقع الإخبارية. فتصوروا ميزانية كتخرج باش تمشي لهذا المهرجان باش نحتضنوا اللي كيعملوا افعال قوم لوط. فين وصلنا وفين رجعنا كنوصلوا ولين ماشيين، وكل يوم نتفاجأ بطامة جديدة. قبل ايام تكلمنا على مهرجان تويزة او خنيزة بطنجة، والاشخاص الذين يستضيفونهم في طنجة باش يقدموا لنا الفكر البديل، كيسميوهم الفكر البديل او الفكر الجديد، كيجيبوا لنا حثالة المنحرفين فكريا وعقائديا واخلاقيا في المهرجان. الان في مدينة أكادير
كيجيبوا لنا صنف آخر، الانحراف الأخلاقي والسلوكيات الشاذة في المجتمع التي لا يقبلها لا ديننا ولا قيمنا ولا مبادئنا، يستضيفونهم في المهرجان. هذا حسب البلاغ ديال تكتل الجمعيات اللي كنحييهم. هادو جمعيات باقي فيهم غيره، باقي فيهم بصيص امل، كيوقفوا ضد هاد الميوعه، ضد هذا الانحلال، ضد هذا السقوط الاخلاقي الذي اصبحنا نراه في كل يوم. ان وصلنا لمرحله اننا نحتضن الشواذ ونجعلهم في مهرجان، يجيبوا شويه من الاجانب وشويه في المغرب وكنعملوا دعوه رسميه انهم يتجمعوا كاملين. ما هذه الكارثه التي وصلنا اليها؟ افعال قوم لوط اصبحت تحتضن وينظم لها مهرجان وفولكلور وتمول باموال الشعب المغربي، اموال دافعي الضرائب. اللهم هذا منكر ولا حول ولا قوه الا بالله. يعني كل يوم نتفاجأ بهذه المنكرات وبهذه الافعال التي يتم تنظيمها في بلادنا. صلى الله كمر حدث يأتي حدث آخر أسوأ منه. الله المستعان. اللهم هذا منكر. المنكرات تتكاثر ولم تعد خفية، بل أصبحت علنا، وهذا هو الخطر في الأمر، أن تصبح المنكرات معلن عنها، محتضنة، ممولة. يصبح صاحب المنكر لا يخشى من منكره. الإنسان بعدا إذا كان كيطيح في المنكر وكيحشم أنه عامل الفعل سيء، تقول باقي الخير. أما أنك تعلن منكرك وتدعمه بأموال الفقراء والبسطاء والدراوش على أساس أنه ثقافة محلية وثقافة أمازيغية، أيرضى الأمازيغ أن تكون هذه الأفعال منتشرة بينهم؟ أيرضى الأمازيغ أن يتم احتضان أصحاب أفعال قوم لوط وهؤلاء المنحرفين الشواذ في مدينتهم؟ اللهم هذا منكر ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الأمور تسير في منحنى خطير، في انزلاقات أخلاقية كبيرة وكثيرة. كل يوم نتفاجأ بمشهد جديد وبصدمة جديدة وبواقع متأزم وبأشياء يندى لها الجبين، ولا يسعنا إلا أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نبرأ إليك مما يفعل هؤلاء. اللهم إنا نبرأ إليك مما يفعل هؤلاء. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله المستعان. هذا الشيء يحز في صدورنا ويؤلمنا، ولا يسعنا إلا أن ننكره ونستنكره، وهذا أقل ما نقدر على فعله. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، ونستنكر هذا الفعل ونشد على أيدي كل مغربي غيور على دينه وغيور على بلده ممن يستنكر هذه الأفعال. ونخص بالذكر هذه الجمعية التي تستحق كل التقدير والاحترام. هي ليست جمعية بل شبكة جمعيات أكادير، هي مجموعة من الجمعيات أكادير استنكرت هذا الفعل واعتبرت أن الثقافة الأمازيغية منبثقة منذ القدم من العمق الإسلامي، ومفخرتها الحقيقية هو انتماؤها للإسلام، وليس تلك العادات الوثنية الجاهلية الداخلة على ديننا وقيمنا كما جاء في هذا البلاغ. في الختام، مرحبا بكل آرائكم وتفاعلاتكم. عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك معنا في القناة، وإلى فيديو آخر نحييكم. السلام عليكم.